الست حاجات دول لو حبيبك عملهم او بيعملهم لازم تبعدي عنه فورا. رقم واحد، العصبي. والعصبي هنا اقصد بيها ان في نوع من البنات بيكونوا شايفين ان لما حبيبها يشتمها او يضربها بيكون دوت الراجل الجامد اللي هيعرف يحميها، اللي هو النوع بتاع انت ابو ملك وانت ام ملك وهنجيب بنت بضفيرتين، اللي هو الجو دوت. فدوت بيبقى غلط، لان انت هنا بتدي واحد ملوش اي حق، بتديله حقوق ان هو يضربك ويشتمك ويهينك. لو انتوا واخدين على بعض في الهزار ان انتوا تشتموا بعض او هو يشتمك في الهزار دي مفيهاش مشكله. لكن لو اتخانقتوا مع بعض وابتدى يشتمك انت بنت كذا وانت بنت كذا وانا هعمل وهسوي وهمد ايدي عليكي والجو دوت، فهنا لازم ما تكلميش الشخص ده تاني، ويا ريت لو تعرفي حد من اهلك. طيب لو الشخص ده خطيبك، خطيبك برضه ملوش الحق انه يمد ايده عليك. اللي ليه الحق دوت هو ابوكي اخوكي، ده لو غلطانه. ولو المفروض لو غلطانه بيتكلموا معاك الاول، ما جيتيش بالكلام بتيجي بحاجه تانية. تمام. طيب لو الشخص ده خطيبك وضربك، في البدايه كده لازم تحكي لاهلك عشان اهلك يجيبوا لك حقك الاول، لان انت هتبقى عايشه على طول الوقت ان انت انضربتي. تمام. فاهلك يجيبوا لك حقك الاول، وبعد ما يجيبوا لك حقك تمام تنفصلي عنه. طيب لو ده جوزك، لو جوزك بتحكي لاهلك واهلك يتكلموا معاه ان دوت ما ينفعش وما يصحش، وان انت لما تغلطي ليكي اهل يترد عليهم، قررها بتطلقي. طيب النوع التاني، المتحكم. لو انت مثلا بنت من البنات اللي هي بتسيب شعرها تمام وبتلبس الحاجات اللي هي دي كريمني يا رب، والبناطيل المقطعه والستايل اللي انا بحبه ده، وحبيبك بيحاول يغير دوت، اللي هو انت مثلا تلبسي لبس واسع، تلبسي طرحه وتحت الطرحه دي بندانه اللي هي السوري ومفيش بناطيل مقطعه تاني، دوت يشكر، ده حلو، دوت ده تكملي معاه عادي. لكن لو هو من النوع التاني بقى، اللي هو ايه، انت لابسه لبس كويس جدا كويس جدا جدا زي اي بنت عادي، يقولك لا اللبس ده مش عاجبني. طب البس ايه؟ لبسك ده كله لازم يتغير. طب ليه يتغير؟ مش مستفز. طيب انا هخلص النهارده الدرس واروح اخرج مع اصحابي، ما فيش خروج. طب ليه؟ مش عايزك تخرجي مع اصحابك، انت هتروحي البيت. طب انا ورايا درس الساعه 4 وعايز اخرج معاهم لحد ما يجي ميعاد الدرس، ما فيش خروج وما فيش درس النهارده. طب روح المجموعه التانية. هنا ده مش واحد بيحبك، وده مش غيره، وده مش خوف عليكي، ده واحد اسف للتشبيه يعني بيكسر عينك او بيذلك عشان لما تتجوزيه ما يبقاش ليك رأي في اي حاجه. عارفه انت، اسف برضه للتشبيه، عارفه الكلب الوفي اللي هو اللي باي حاجه هو هو وخلاص، حاضر حاضر حاضر، هو كانه بياخد حيوان. حيوان ملوش اي رأي ولا ليه اي حاجه، هو حيوان بينفذ اوامر وخلاص. فما اعتقدش ان انت هتحبي تكوني كده. فلو الشخص دوت كده اتكلمي معاه يا ابن الناس، ما تتدخلش في حاجه تانية. اهلي موافقين على اللبس دوت وانا هخرج زي ما اهلي قايلين. عايز الموضوع يختلف شويه واسمع كلامك، تعالى اتقدم، وقتها مش هيتكلم معاكي في حاجه من دي تاني. النوع التالت، مش مهتم. مش مهتم دي بمعنى ايه؟ ان انت كبنت بتتجوزي ولد تمام، والولد بيتجوز بنت، ده معناه ان انت مهمه جدا مهمه جدا ليه، وهو مهم جدا ليك، انتوا الاتنين بتكملوا بعض. طيب انت كبنت بتتجوزي واحد بس، احنا متحلل لنا اربعه لكن انت متحللك واحد بس، بتتجوزي واحد بس. ده معناه ايه؟ ان في ولاد كتير قوي هتيجي تخبط على بابك وتحاول تلفت نظرك وتتشقلب عشان تبين لك ان هي الهيرو، ان ده الشخص المثالي اللي هيكون في حياتك. تمام. بيعملوا المستحيل عشان بس انت ترضي وتدخلي معاهم في علاقة ارتباط او جواز. ده معناه ايه؟ معناه ان انت مهمة، فلازم احنا نهتم ونتشقلب عشان نفرحك. ده المطلوب مننا، ان احنا نهتم عشان انت توافقي. تمام. طيب لو الشخص ده بقى مش مهتم او مش بيهتم او مش بيعمل الدور اللي مطلوب منه، ده بقى فيها حاجتين. الحاجة الأولى إن هو أصلا مش بيحبك، إن هو واخدك ارتباط وخلاص. والحاجة التانية إن انتي هو بيعمل الحاجة دي بس مع حد تاني، لأن مش طبيعي خالص. صدقيني، أنا ولد، أنا ارتبطت كتير جدا، وليا أصحابي ارتبطوا كتير جدا، وليا أصحابي كانوا بيكلموا بنت واحدة، وليا أصحابي كان فين وفين لما بيرتبطوا ببنت. بس كلنا كان عندنا إجماع أو كلنا مشتركين لما بنكون مرتبطين اليوم ما ينفعش يعدي من غير ما نهتم بحبيبتنا. تمام. لازم. ده انت النص التاني اللي بتكملي. فلو هو مش مهتم أو بينفضلك باليوم واليومين، اعرفي إنه بيكلم حد غيرك. أربعة، آسف هي دي فيها كلام مش لطيف حبتين، بس معلش سامحوني، يمكن حد متجوز يسمع الفيديو ده. لو هيتجوزك ويسافر، وده مهم قوي. تمام. لما بتبقي بنت غير لما تبقي زوجة. لما بتبقي زوجة بتجربي العلاقة الزوجية اللي هي بتحصل بين الراجل ومراته، اللي هو يعني التكاثر، كلنا درسنا التكاثر. تمام. لما بتجربيه بقى مع جوزك او مع شريك حياتك، ما بتقدريش تستغني عن الموضوع ده.
تمام، لان انت اصلا متجوزه عشان الموضوع ده. تمام، انت بتحبيه. تمام، بتحبيه دي معناها ان انت اخترت الشخص ده عشان تعملي معاه الحاجه دي، فالحاجه دي هي الاساس، التكاثر ده هو الاساس. والحب دوت ان انت اخترتي ده دونا عن الناس اللي اتقدمت لك كلها عشان بس تعملي الحاجه دي، فالحاجه دي هي الاساس. تخيلي بقى ان انت هتتجوزي واحد هيحرمك بالسنه بالكام شهر من الحاجه دي. لو انت هتقدري انك تستحملي ده مفيش اي مشاكل. لو انت مش هتقدري تستحملي ده، شايفه ان الموضوع يكون عبء عليك وان انت بتحبيه قوي وان انت الحاجه دي حلال مع جوزك عادي، شايفاها يعني ملهوفه عليها وكده، اجلي الموضوع دوت او اجلوا الموضوع دوت لحد ما هو يظبط اموره في الدوله اللي هيسافرها، يفتح مشروع، يفتح اي حاجه، او يشوف شقه وتتجوزوا وتسافروا مع بعض. او الحاجه التانية ان هو يشتغل هناك يظبط اموره وينزل تتجوزوا وتعيشوا مع بعض. صدقيني والله العظيم نصيحه من اخ، لما بتجربي الحاجات اللي هي الزوجية والعلاقة الزوجية انت مش بتقدري تستغني عنها. تمام، انا اسف بس انا بحاول انصحكم على قد ما اقدر والله. نيجي بقى رقم 5، عاطل. وعاطل دي مهمة قوي. عاطل دي معناها ايه؟ احمد انا جاي لي عريس، ارفضيه. طيب ده تالت عريس ارفضه يا احمد، انت مش هتيجي تتقدم ولا ايه؟ لما الاقي شغل. طب ما انت ما بتدورش يا احمد، معلش بس انت ارفضيه وان شاء الله ربنا انا مكلم واحد صاحبي على شغل وقال لي ان شاء الله في خلال 3 سنين هيجي اكيد في موظف هيترفض وانا هنزل مكانه في الشغل ده، فمعلش انت ارفضيه بس المره دي واتكلمي مع اهلك يا بنتي وحلي الموضوع. طيب اهلي مصممين، هو انت هتتخلي عني يعني هتسيبيني؟ انت بتبعدي يعني؟ طيب خلاص تمام براحتك، عادي. فهو بيمشيها ان كل الحمل عليك انت. تمام، ارفضي انت، كلمي انت اهلك، اعملي انت كل حاجه، انا معاكي مرتبط بس انا مش هاخد اي خطوه. تمام، ممكن اخد الخطوه دي مع حد تاني. فاللي تلاقيه مش بيقدم او مش بياخد خطوه عشان يتجوزك، اقسم لك بالله انت ما فارقاله. انا كنت كده مع بنات كتير، كنت كده لان هما مش فارقين لي، اتجوزت غيري ما اتجوزتش مش فارقالي، عادي يعني عادي. يمكن الوحيده اللي حاولت ان انا اعمل معاها دوت او انزل اشتغل عشان هي بطلة رؤية ورد، غير كده كان الباقي كله بلح بصراحه. رقم 6، مش مستقر. مش مستقر دي معناها ايه بقى؟ معناها ان هو، بص يا بنت الحلال انا حاسس ان كلامنا ده غلط وعيب وما يصحش وحرام. بصي يا بنت الناس، انت تستاهلي واحد احسن مني. بصي انا هبعد عشان انت، انا هسيبك تكملي دراستك احسن. بصي انا حاسس ان علاقتنا دي مش مظبوطه، مش حاسس ان ده صح، مش مرتاح. وبعد يومين بيكلمك. تمام، فده واحد مش مستقر عاطفيا. مش مستقر عاطفيا ايه؟ اللي يديكي حلول او حاجات ان هو يبعد، ابعدي عنه. ماشي ليه؟ لان اللي بيحب بجد ما بيبعدش. انا لما بحب بجد، انا اقصى وقت بعدته عن حبيبتي لما كنت بحب من قلبي بجد كان ممكن يكون ساعتين. اللي هو ساعتين دي مثلا عشان كانت في الشغل حاجة زي كده، اللي هو ساعتين، اللي هو الساعتين دول بيعدوا 20 سنة مش ساعتين لان انا بحبها. لكن واحد بيديكي مبررات وحلول ان هو يبعد، فقولي له بعد. عودي نفسك ان انت حاجه زي الجوهره كده، حاجه غاليه. خليكي غاليه في عين نفسك عشان تبقي غاليه في عين حبيبك. لما حبيبك يديكي مبررات وانت مش علاقتنا دي مش صح ومش وغلط، مش شايف ان احنا نبقى مبسوطين مع بعض، قلقان اهلك يعرفوا حتى لو ده الصح وهو قلقان وقالك ورجعلك بعد يومين، لا ده كده مش مستقر. لكن لو قالك وبعد خالص، الشخص ده مستقر وراجل وجدع ان هو هيسيبك وهيجي يشتغل وهيتقدم لك. لكن قالك ده غلط وعشان اهلك وعشان دراستك وعشان مستقبلك وعشان شنبك وعشان خدك وعشان ودنك وعشان رموشك وعشان حواجبك، وبعد يومين رجع، لا ده عبيط، ده بيستعبط. تمام، انت كده داخل تهزر بقى. او هو كان في واحدة تانية كان بيحاول يكلمها وما جاتش معاه بصراحة. فدول الست حاجات. تمام، انا اسف والله لو خرفت في حاجة، بس انا بعمل لكم الفيديو ده وانا مطبق. فلو عجبكم الموضوع ممكن نشوف حاجات تانية نتكلم عنها، ولو عندك اي مشكلة اكتبوها في تعليق، هحاول كل يوم ان انا انزل لكم فيديو. في حاجة مهمة نسيت اتكلم فيها، في ناس كتير منكم بيكون عندها مشاكل ما ينفعش انها تحكيها لحد، او مش بيبقوا عايزين، يعني مش بتبقوا عايزين تعرفوا حد ان انتوا عندكم المشكلة دي. المشكلة بتكون محرجة مثلا، فيها حاجات ما ينفعش تتحكي، فبتكونوا عايزين تتكلموا بحاجة اقرب لبرنامج الصراحة. فعشان كده انا عملت لكم برنامج. تمام، البرنامج ده هتقدروا تكلموني عليه من غير ما اعرف عنكم اي حاجه، ولا هتسجل برقمك ولا باسمك ولا باي حاجه. تمام،
تدخل تكلمني شات وخلاص، على كده احللك مشكلتك. طيب اسم البرنامج ايه؟ اسم البرنامج على المتجر اهو، حللي مشكلتي. تمام، هسيب لكم الرابط في اول تعليق. بعد ما بتحمله بتفتحه، تمام. اول ما تفتحه بيجي لك الشكل دوت. هو بيقول لك اكتب اسمك الاول، اكتب بقى همسة قمر، نسمة مطر، شاب، الصبارة الحزينة، اي اسم يعجبك. عايز تكتب اسمك العادي مفيش اي مشكلة. هتضغط هنا عشان يدخلك شات معايا. هيقولك ما ينفعش تدخل شات غير لما تتفرج على 5 مشاهدات او 5 فيديوهات. فانت هتضغط هنا تتفرج على 5 فيديوهات، تمام. وهتضغط بعد كده على بدء محادثة، هتدخل تكتب مشكلتك كلها. انا بعد ساعة او ساعتين هدخل ارد عليك. طيب لو انت جيت، بيبقى في وقت ليك هنا، الوقت دوت اللي مسموح لك تتكلم معايا فيه. كل اعلان بيديك دقيقة تتكلمها معايا، فانت تتفرج اعلانات زي ما تحب، مفيش مشكلة. تمام. بعد كده لو لقيت الوقت بتاعك خلص واحنا بنتكلم مع بعض وعاوز تزود وقت، بتضغط على مشاهدة اعلان. من الاخر الاعلان بيديك دقيقة تتكلمها معايا. سيب لكم رابط البرنامج في اول تعليق. تمام، اخوكم اسلام محمود. اللي عنده مشكلة يدخل يكلمني، لو انتم مستعجلين عليها برد في البرنامج ده في ساعة واحدة بس. وهسيب لكم دلوقتي على الشاشة اخر 4 روايات انا نزلتهم، ادخلوا بقى اسمعوهم، تسمعوهم وتشتركوا في القناة دلوقتي، انزلوا اشتركوا. اخوكم اسلام محمود.